بص يا حبيبي، بص ده انا على اقسم بالله العظيم بالكرباج بعد كده على اي حد يقول لي خد سي سي ان يو ام سي اس الاول وانت بتبدا. بص بقى الحته دي، بص الحته دي البيزك نتورك كونسبتس، مش السي سي ان ايه يعني. اتقل اتقل، مبروك خلاص عرفت ان اول سلمه ليك في مجال الاي تي هي الهيلب ديسك. في الفيديو ده هثبت لك وبالدليل القاطع ازاي تبدا وازاي تشتغل وايه هي متطلبات الشركات علشان تشتغل كهيلب ديسك معاهم. وفي الفيديو ده برضو هنجلد اي حد بيقول لك ابدا بالسي ان ايه والام سي اس ايه، وبالدليل الميه تكدب الخطاس. تعال نفتح لينكد ان ونشوف بنفسنا وظائف الهيلب ديسك بجد محتاجه ايه، وانت اللي بنفسك هتقرر وهتعرف انت محتاج ايه بالظبط. يلا بينا. انا دلوقتي فاتح موقع لينكد ان وكتبت في السيرش هيلب ديسك ايجيبت فقط لا غير، طلع لي اول شغلانه تكنيكال سبورت هيلب ديسك. لو جينا تحت كده نزلنا على اباوت ذيس جوب او المسؤوليات اللي انت فعلا كهيلب ديسك هتشتغلها في الشركه كل يوم. اول حاجه مكتوب بروفايد فيرست لاين تكنيكال سبورت، يعني ان انت تساعد الموظفين عن طريق التليفون او عن طريق الايميلات وتحل لهم التكنيكال ايشوز بتاعتهم بتاعت الكمبيوتر بتاعهم، سواء بقى كانت ترابل شوت هاردوير او سوفت وير. تعمل اسكليت للايشوز الكبيره، يعني اي مشكله كبيره تبعتها للنتورك انجينير، تبعتها للاي تي مانجر، تبعتها للسيستم ادمن وهكذا عشان يقدروا هم يحلوها. وطبعا تعمل دوكيومنتيشن للمشاكل وفولو اب، يعني تتابع مع الموظفين المشكله اتحلت ولا لا. وتحت في الجوب ريكويرمنتس او متطلبات الوظيفه دي عشان تقدر تقدم على الوظيفه دي، فهو بيقول لك ان انت محتاج تبقى عندك ان انت متخرج من كليه كمبيوتر ساينس او اي تي او انجينيرنج او اي حاجه قريبه من كده. ركز بقى في الحته دي. عندك سترونج فاونديشن اندرستاندينج كمبيوتر هاردوير اند اوبريتنج سيستم، عندك البيزك والاساسيات الهاردوير والسوفت وير اللي تخص الكمبيوتر وتخص الاوبريتنج سيستم زي ويندوز بقى، ماك، لينكس، ايا كان. وعندك ايه بقى البيزك نتورك كونسبتس، التي سي بي اي بي والواي فاي، مش السي سي ان ايه يعني، ولا ايثر تشانل ولا اس تي بي ولا ما اعرفش ايه. اتقل اتقل اتقل. واكسلنت بروبلم سولفنج، راجل بتعرف تحل المشاكل بشكل اناليتيكال، بشكل منطقي صحيح وبشكل مظبوط. وفي الاخر سبحان الله طلعت الوظيفه دي مش للجونيور كمان، طلعت للي عنده خبره اقل حاجه سنتين فيما فوق. سبحان الله. تعال نخش على الوظيفه اللي بعدها، هيلب ديسك من شركه اسمها بيكول ماشي ما علينا. تعال نشوف دول محتاجين ايه. واضح ان هم شغالين مع قطر ودبي، تمام حلو، فلوس حلوه دي. الريسبونسابيلتيز، الحاجات اللي انت كل يوم هتشتغلها، هتعمل تكنيكال سبورت للهاردوير والسوفت وير والمشاكل المتعلقه بالنتورك البسيطه، هتعمل انستول وكونفيجر الكمبيوترز والبرينترز، يعني هيجي لك كمبيوترات جديده تحط نسخه ويندوز عليه وتحط البرامج الاساسيه بتاعت الموظف ده، تدخل الجهاز جوه الدومين وتدي الجهاز للشخص وتتابع معاه لو عنده مشكله تحلها له. الحاجات البسيطه خالص دي. لو عنده مشكله، لو الموظفين عندهم مشكله في الانترنت، عندهم مشكله في الايميلات، تحاول تحلها لهم. بص بقى الحته دي، بص الحته دي، سبورت يوزرز ويز بيزك اي تي ريكويست. يا على الانسان يا على الانسان، سي سي ان ايه وام سي اس ايه وكك. اتقل اتقل. ومنتين اي تي انفنتوري، يعني هيبقى عندك سيستم فيه كل الاجهزه وكل الكمبيوترات اللي عندك كاي تي، سواء بقى كانت لابتوبات، اجهزه كمبيوتر، كيبورد وماوس، طبعه، اي حاجه، كلها موجوده في سيستم واحد اسمه انفنتوري سيستم علشان تقدر تتابع المخزن بتاعك انت كاي تي، يعني من الاخر. انشور داتا سكيورتي، اكد الداتا محميه، اكسس كنترول، بيزك اي تي كومبلاينس، بيزك. سبحان الله ربي سبحان الله. ومع ذلك شوف الريكويرمنت يا اخي، بيقول لك من سنتين ل3 سنين اكسبيرينس في الهيلب ديسك. يعني الراجل ده اللي هيشتغل الشغلانه البيزك دي اللي فيها حاجات كلها يعني اللي فيها حاجات كلها اللي احنا اتكلمنا عنها من شويه دي، برده مش جونيور، برده خبره من سنتين ل3 سنين. دي حاجه غريبه جدا يا اخي. انا ما شفتش سيره سي سي ان ايه ولا ام سي اس ايه لحد دلوقتي. يا وجع اللي بيبرطموا بالكلام ويروحوا ينصحوا الناس خد سي سي ان ايه، ابدا بالام سي اس ايه، مش هتعرف تشتغل من غيرهم. يا وجع. ولازم تكون برده متخرج من كمبيوتر ساينس او اي تي او اي حاجه قريبه من كده، عندك نوليدج في الاوبريتنج سيستم ومايكروسوفت اوفيس، وعندك بص بقى، بص الله بيزك اندرستاندينج، بيزك في النتورك كونسبتس، لان والوان وتي سي بي اي بي وهكذا، التيكتنج سيستم والريموت سبورت. الحاجات دي سبحان الله مش موجوده في السي ان اي خالص. سترونج كوميونيكيشن ابيليتي تو ورك اندر بريشر، دي معروفه. بيقول لك لازم تكون عايش في مدينتي او قريب منها، ماشي ما علينا. نخش على اللي بعدها، شركه اسمها سونين. بس تقريبا علشان دي شركه مش مصريه، فبيبقى عندهم من ضمن الاشتراطات كده ان لازم يبقى في نسبه ناس عندهم اعاقه معينه عشان يحققوا حقوق الانسان وحاجات كده كبيره، يعني مالناش دعوه بيها. المهم تعالى نشوف برضو التفاصيل بتاعتها. هتلاقي برضو بص بيقول لك ايه، ده راجل محترم. بيقول لك هنا وات ويل دو، هتعمل ايه؟ بروفايد فيرست ليفل تكنيكال سبورت مع الاند يوزرز عن طريق الفون او الايميل او شخصيا، يعني ترابل شوت عشان تحل المشاكل بتاعت الهاردوير، الكمبيوترات يعني الحاجات دي، والسوفت وير، برامج او كده. انستول وكونفيجر ومنتين الكمبيوتر سيستمز، اعمل دوكيومنتيشن واعمل سبورت، والهيلب ديسك تيكتنج سيستم. يا ويلي يا ويلي سبحان الله. الكلام ده لا موجود في الام سي اس اي ولا سي سي ان اي. تمام كمل. هنعمل اسيست، ارمي له اسيست.
عشان تعمل سيت اب للاجهزه الكمبيوتر سواء كانت هاردوير او سوفت وير، وهتعمل تريننج للاند يوزرز عشان تعلمهم ازاي يشغلوا برامج معينه، البرامج الاساسيه تعلمهم ازاي يقعدوا على الكمبيوتر، ازاي يحسنوا استخدام الكمبيوتر، الحاجات البسيطه خالص دي. بيقول لك برضو هنا في المتطلبات هو محتاجين ايه اللي هم محتاجينه بالظبط. يعني عندك اكسبيرينس في الاي تي هيلب ديسك، وعندك نولج في الويندوز والماك اوبريتنج سيستم واللينكس، اي اوبريتنج سيستم عامه لازم تكون فاهم البيزكس بتاعته يعني، وفاميلياريتي او يعني تكون اتعرفت او عارف حتى الكونسبت بتاع ريموت ديسكتوب، وطبعا بتعرف تحل المشاكل. وايه تاني يا عمر؟ والسيرتيفيكت عشان دي في الغالب شركه كبيره، شركه مش مصريه وشركه انترناشونال، فسبحان الله عايزين سيرتيفيكت ليه؟ تخيل كده، تخيل معايا سبحان الله، لا سي سي ان اي ولا ام سي اس اي، عايزين للاي بلس وعايزين للمايكروسوفت اللي هو مايكروسوفت 365 اللي هو فيه شبه الوورد كده واكسل وباوربوينت بس كلاود، وتكون بتتكلم انجليزي وعندك شويه الماني. حاسك كده ابتديت تقتنع بكام حاجه. كم اعشق جلد الجهلاء. ادي اتقل نخش على الاي تي سيرفيس ديسك بتاع الطلبات اهي من مصر اهي، ومعانا اهي لسه اهو منزلينها من يوم، وفي 100 واحد مقدم. تعال نشوف يا ترى الناس دي عايزه ايه. الجوب ديسكريبشن بس خلي بالك في طلبات الوظيفه ايه؟ اي تي سيرفيس ديسك، يعني مش هيلب ديسك عادي، ده راجل ممكن يكون قائد فريق الهيلب ديسك او عنده خبره كبيره مثلا 2 3 سنين فيما فوق، مش جونيور برضه. ومع ذلك تعال نشوف الجوب ديسكريبشن ايه يا ربي اهو. بروفايد فيرست لاين تكنيكال سبورت مع الاند يوزرز، التيكتنج سيستم وبرضه تكلمهم عن طريق الفون او الشات او الايميل، اوبريتنج سيستم ايشوز مشاكل الويندوز وهكذا، مايكروسوفت 365 والاوتلوك والتيمز الحاجات اللي هي بتاعت الايميلات والشغل البيزك بتاع اي موظف. بيرفورم بيزك ترابل شوتنج اند كونكتيفيتي بيزك. ما قالش سي سي ان ايه، ولا قال ايثر شانل، ولا قال راوتنج، ولا قال ستاتيك، ولا قال ريب فيرجن 1 وفيرجن 2، ولا قال او اس بي اف، ولا قال مش عارف ايه. اتقل ده انا على اقسم بالله العظيم بالكرباج بعد كده على اي حد يقول لي خد سي ان يو ام سي اس الاول وانت بتبدا. بص يا حبيبي، بص اسكليت كومبلكس ايشوز، يعني المشاكل الكبيره للسكند لاين. يعني في مشكله انت كاي تي سيرفيس ديسك ادمنستريتور او كهيلب ديسك شغال معانا، لو في مشاكل كبيره عليك ارميها للناس اللي فوقيك، سيستم ايا كان، نتورك بقى، سيستم ادمن ايا كان، واعمل اسيست لليوزرز والاكونت ريليتد ايشوز، المشاكل بتاعت اليوزر العاديه بتاعت كل يوم. والتكنيكال سكيلز اللي هم محتاجينها، اوبريتنج سيستم لازم تكون عارف يعني في المايكروسوفت ويندوز انفايرمنت والبرامج بتاعتها والحاجات دي كلها، وتقدر تعمل ترابل شوت لاي مشكله ممكن تحصل للاند يوزر اللي هو الموظف على الويندوز ومايكروسوفت 365 بقى زي ما قلت لك من شويه، الاوتلوك والاوفيس والتيمز، الحاجات اللي هي ايه اغلب الموظفين بيشتغل عليها. والنتوركينج، شوف يا انسان مكتوب ايه، يعني شوف مكتوب ايه. نتورك فاندمنتالز، اساسيات النتورك، اس تي سي بي اي بي، ازاي الداتا بتمشي وبتوصل من موظف لموظف، يعني ايه دي ان اس، يعني ايه دي اتش سي بي، يعني ايه في بي ان، الواي فاي، اللان، الوان، بيزك نتورك ترابل شوتنج اند كونكتيفيتي. يا على الانسان يا بيزك، سبحان الله يا رب. وكلاود تكنولوجي، بيزك اندرستاندينج اوف مايكروسوفت ايجر اند كلاود كمبيوتر. ده على فكره الجمله دي فيديوهين على اليوتيوب ليهم علاقه بالكلاود، خلاص خلصت الموضوع. فمش زي ما انت فاكر، يعني مش لازم تبقى بتاخد خلصت كورس مايكروسوفت ايجر مثلا، لا عادي افهم بس البيزكس وازاي الكلاود بيشتغل مش اكتر. سوفت وير سبورت، تحل مشاكل السوفت وير وتنزل برامج السوفت وير وتعمل لها ترابل شوتنج. السوفت سكيلز دي بقى دي حاجه بتاعتك انت بقى، ربنا معاك، وبتختلف من شخص للتاني. والكواليفيكيشنز برضو لازم تكون خريج من اي كليه ليها علاقه بالاي تي، كمبيوتر ساينس او انجينيرنج او ايا كان، والخبره من 0 لسنتين كسيرفيس ديسك او كهيلب ديسك، وعندك اكسبيرينس بالمايكروسوفت ويندوز والمايكروسوفت 365 والتيكتنج سيستم اللي اتكلمنا عليه من شويه. تعال نروح على وظيفه ثانيه، اي تي هيلب ديسك، باكسيرا. يا ترى انتوا عايزين ايه؟ روتين مينتيننس هاردوير وسوفت وير، الروتين اليومي بتاعك انك تشوف مشاكل هاردوير وسوفت وير وتحلها، تعمل هاردوير وسوفت وير ريبير، لو في مشكله هاردوير في مثلا رامات بايظه ما اعرفش ايه، تشيل الرامات وتحط الرامات، حاجات الهاردوير البسيطه، حاجات السوفت وير البسيطه. الانفنتوري، انا لحد دلوقتي ما شفتش لا سي سي ان ايه ولا ام سي اس ايه ولا حتى اكتيف دايركتوري، وسبحان الله. مانج بي سي سيت اب والديبلويمنت، مينتين نتورك سيرفر ساتش از فايل سيرفر ادمنز اكتيف دايركتوري برنس. طب كويس والله، دي متقدمه شويه. بيقول لك تعرف تظبط الفايل سيرفر والاكتيف دايركتوري والبرين سيرفر، ودي اساسيات الويندوز سيرفر. وعلى فكره موجوده برده في كورس الهيلب ديسك بتاعي.
فيديوهين كاملين بشرح ساعتين كاملين الاكتيف دايركتوري والويندوز سيرفر، ومن اول ازاي تحملهم لحد ازاي تعمل فايل سيرفر وازاي تحط الاجهزه جوه الدومين. بقى بص الجوب ريكويرمنت مكتوب ايه، خريج من كمبيوتر ساينس او هندسه او اي حاجه ريليتد بالاي تي يعني. وبص الاكسبيرينس كام، من 5 ل 10 سنين، من 5 ل 10 سنين. يعني هو لما طلب منك اكسبيرينس من 5 ل 10 سنين جاب لك سيره ايه، الفايل سيرفر والاكتيف دايركتوري والبرنت سيرفر والحاجات دي كلها. ومع ذلك انا برضو حاططهم في الدبلومه بتاعت هيلب ديسك لاي حد لسه بيبدا كجونيور اساس. ما علينا ما علينا. نوليدج اوف نتوركينج، نوليدج عارف يعني ايه في بي ان، عارف يعني ايه فيرتشواليزيشن والفاير وول، نوليدج اوف سويتشز وراوترز، نوليدج اوف سيرفرز وستورج، وهنا بقى السي سي ان اي والام سي اس اي نوليدج. ومع ذلك ده ايه، ده خبره من 5 ل 10 سنين، مش واحد جونيور ولا واحد خبره سنتين ثلاثه، لا ده خبره من 5 ل 10 سنين. يبقى ماشي، هنا احنا محتاجين فعلا النوليدج بتاعت السي سي ان اي والام سي اس اي، تمام، عشان الخبره. تعال نروح على الوظيفه الثانيه. دخون ايميري. ايه دخون؟ هو عامه اي شركه في الامارات بس كان انها شركه جامده يعني، ماشي ما علينا. دخون ايميريتس واضح ان هي شركه جامده. تعال نشوف محتاجين ايه. فيرست لاين تكنيكال سبورت، تليفون، ايميل، والريموت اكسس سبورت، تيكتس اللي هو التيكتنج سيستم وهيلب ديسك سيستم، ترابل شوت هاردوير وسوفت وير وبرينترز، والبيزك نتورك ايشوز زي كده جهاز مش واخد اي بي، جهاز واخد ابيبه اي بي مثلا، فانت تعمل له ريليز رينيو، تعمل له فلاش دي ان اس، الحاجات البسيطه دي. سبورت انستوليشن كونفيجريشن مينتيننس اوف ديسكتوب لابتوب، جالك ديسكتوب جديد، جالك لابتوب جديد بتاع موظف، حط له البرامج بتاعته وظبط له الويندوز بتاعه وحط له الحاجات بتاعته كلها على سطح المكتب، ظبط له الهاردات بتاعته بشكل بسيط، ظبط له الدنيا عشان الموظف يعرف يشتغل بكل سهوله وبسرعه. الكلمه اللي انا بحبها، اسيست اليوزر اكونت وباسورد ريسيت، واعمل اونبوردنج. يعني لو جالك موظف جديد اعمل له ظبط له الجهاز بتاعه والبرامج بتاعته زي ما اتكلمنا من شويه. الدوكيومنتيشن، تعال بقى نخش على الريكويرمنتس، برضه نفس الكلام، خريج من اي كليه ليها علاقه بالهندسه او بالاي تي عامه. والاكسبيرينس بقى كام، شوف سبحان الله يا اخي، من 4 ل 6 سنين، ومع ذلك كلها حاجات بيزكس. انجلش طبعا لسه كنت بتعرف تتكلم انجليزي كويس، عندك نوليدج في الاوبريتنج سيستم ومايكروسوفت اوفيس وبيزك نتورك، وعندك علم بالاي تي هاردوير، ازاي توصل مكونات كهاردوير بقى، كهاردوير بتاعت الجهاز. تعال نخش على اللي بعده. تعال نختار مثلا، اقول لك على حاجه، انا زهقت من لينكد ان. على الواتساب في قناه مشهوره ومعروفه جدا اسمها وظائف تكنولوجيا المعلومات اي تي جوبز، فيها 14000 بني ادم وبتنزل كل يوم وظائف اكتر بكتير على فكره من لينكد ان، برضه ريليتد بالاي تي، سواء بقى نتورك سيستم هيلب ديسك ايا كان. فبنصحك انك تخش اشترك فيها، وتعالى برضه نشوف عليها شويه وظائف. عندنا الاستاذه الجميله اهي الاء سالم منزله عايزه اي تي سبيشاليست، يعني حاجه اعلى من الهيلب ديسك. تعال نشوف محتاجه ايه. كواليفيكيشنز، محتاجه واحد برضه خريج من اي كليه لها علاقه بالهندسه او حاسبات ومعلومات، خبره من سنه لسنتين، عنده انجليزي كويس، سنه ما يعديش 26 سنه، بيزك نتورك ان بلس، وهاردوير وسوفت وير اي بلس، ابيليتي تو ورك اف انت مش عارف ايه، بريشر سوشيال انجينير مش عارف ايه. انا لا شفت سي سي ان ايه ولا شفت ام سي اس ايه، وكل الوظائف اللي احنا اتكلمنا عنها دلوقتي كلها لا شفت سي سي ان ايه ولا شفت ام سي اس ايه. وتعال نشوف الوظيفه دي. عايزين اي تي هيلب ديسك سبيشاليست في الشيخ زايد. يا ترى عايزين ايه يا معلم؟ برايمري كونتاكت تكنيكال سبورت، خلاص بقى انت بقيت حافظ خلاص. انستول كونفيجر ورك ستيشن لابتوب برينترز، خلاص انت بقيت عارف ايه اللي الوظيفه محتاجاه من قبل اصلا ما نتكلم عليها. يوزر اكونت وباسورد ريسيت وبرميشنز يوزنج اكتيف دايركتوري ويندوز سيرفر، حلوه دي، بس برضه دي بيزكس على فكره، مش كورس الام سي اس اي كامل يعني هتاخده، هتعرف المعلومه دي. دوكيومنتيشن وتراك وسبورت المشاكل. ايه الريكوايرمنتس؟ خبره من 3 ل 5 سنين، تمام، ومع يعني شوف كل ده وخبره من 3 ل 5 سنين، مش عايزين حاجه اكتر من كده. وعنده اندرستاندنج للنتورك فاندمنتالز، الاساسيات بتاعت النتورك، تي سي بي اي بي ودي اتش سي بي ودي ان اس، وعارف يعني ايه في بي ان. وسبحان الله السيرتيفيكيشن اي بلس ونتورك بلس، سبحان الله يا ربي، لا سي سي ان اي ولا ام سي اس اي، دي حاجه غريبه جدا. والبنفيتس مش عارف ايه، تمام. نخش على الوظيفه اللي بعدها. استاذ احمد علي اهو منزل صوره، محتاج اي تي هيلب ديسك برضه. وتعالى نشوف ايه المتطلبات. تكنيكال ايشوز اند بروفايد تايملي سوليوشنز اند يوزر، مع الموظفين يحل مشاكل هاردوير والسوفت وير، سبورت بيزك نتورك اند انترنت كونكتيفيتي، وتتكلم وتعمل سبورت مع الموظفين عن طريق التليفون او الايميل. اللي بعده واخر وظيفه بقى عشان انا بصراحه زهقت. شركه اسمها كايرو نت جروب، عندهم جوب اوبورتيونيتي للفريش جراد الحمد لله، والناس المتخرجه جديد عايزين يشغلوا معاهم ناس لسه بتبدا في الاي تي. يا ترى ايه الريسبونسابيلتي؟ ايدنتيفاي تكنيكال بروبلم، ديبلوينج اي تي سوليوشنز، تظبط اليوزر نيدز، احتياجات الموظفين تحققها. طب ايه الريكويرمنتس بتاعتكم يا جماعه؟ بيزك نوليدج في البي سي، في الكمبيوتر، هاردوير او سوفت وير، وبيزك نوليدج في النتورك، وطبعا لازم تكون عندك انجليزي كويس. بالمثال وبالدليل واقع انت عرفت بنفسك الشركات محتاجه ايه وبتدور على ايه، وايه فعلا المتطلبات اللي انت المفروض تذاكرها وتركز فيها. ما تضيعش يا ابني وقتك في السي ان اي والام سي اس اي وذاكر الكلام ده،
ما تاخدش لا بنصيحتي ولا بنصيحه محمد ولا حسين ولا حد بيقول لك ابدا ولا ما تبداش. اسمع كلام اللي الشركات محتاجاه وهو ده اللي ذاكره، وده اللي انا بقوله دايما من ساعه ما عملت القناه دي ومن ساعه ما فتحت الصفحه دي. ابدا بالاي بلس ثم ان بلس ثم عندك وقت اس بلس، وخد الخبره العمليه او شوف المشاكل اليوميه بتاعه الموظفين اللي في الشركات وابتدي حلها. ما تضيعش وقتك في السي ان اي والام سي اس اي، واديك شفت بنفسك. هتاخدهم امتى دول؟ لما تشتغل هيلب ديسك، ولما انت تعرف هتمشي في انهي سكه. هتمشي نتورك، خلاص ابدا يا عم سي ان اي وكمل في النتورك. عايز تكمل سيستم او عايز تبدا في السيستم، خد ساعتها بقى ام سي اس اي وكمل في السيستم، وهكذا. ما تضيعش وقتك وتحرق على الفاضي. وعلشان ما تلفش وتدور وتوفر وقتك وصحتك وطاقتك، انا عامل دبلومه كامله اسمها دبلومه الاي تي هيلب ديسك، فيها كل اللي انت شفته بنفسك ده وكل متطلبات الوظائف دي، بالاضافه للمشاكل اليوميه اللي بتحصل للموظفين ومحتاجين ان انت تحلها باسرع وقت وباكتر من شكل. وفي بقى طبعا الريموت اكسس والتيكتنج سيستم والويندوز سيرفر والاكتيف دايركتوري. ساعتين كاملين بتكلم بس عن الاكتيف دايركتوري والويندوز سيرفر وكل الاساسيات اللي فيه، من اول ازاي بتعمله وهو عباره عن ايه اصلا، وتعمل جروب بوليسيز وتقفل يو اس بي وتعمل او يوز وفايل سيرفر وكل التفاصيل دي كلها. لو عايز تعرف تفاصيل اكتر، رقم الواتساب هتلاقيه موجود هنا قدامك، ابعت لي وهرد عليك في اي وقت. ما تنساش صلي على النبي، خليك دايما ذكي، بص على السوق، مالكش دعوه بحد. ربنا معاك، ربنا يوفقك. سلام عليكم.